السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد من قناتكم حكاية الكنز، والفيديو هيكون عن 20 قرش أو الريال المصري. معانا إصدارين، إصدار 1980 وإصدار 1992. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني، ومعانا أول حاجة هي 20 قرش أو الريال سنة 1980. الصقر واضح كده. 20 قرش التانية 1992. ناس كتير جدا سألت الفرق ما بين 20 قرش 1980 و20 قرش 1992 وكم تصل سعرها. مبدئيا 20 قرش 1980 الصقر دي بتتباع، ولكن سعرها مش غالي. سعرها بيكون القسط بتاعها 25 جنيه لحد 30 جنيه. ده سعرها من 25 ل30 جنيه مصري. اللي بياخدها بيكون حابب ان هو يحتفظ بالعملة. 20 قرش صقر، عملة شكلها شيك جدا، صقر قريش سنة 1980. طيب نيجي 20 قرش 1992. واضح كده. 20 قرش ديت مطلوبة ولا لأ؟ الكل يركز على التاريخ ده. التاريخ ده 1992. اللي معاه 20 قرش أو الريال من ده حاول تفرز الحاجات ديت، لأن في تاريخ معين جدا ويكون نفس الشكل كده. التاريخ بيكون بدل 1992 تاريخ بيكون 1991. طيب حد هيقول لي ما فرقتش 91 من 92؟ هقول لك لا، تفرق. وناس كتير جدا في العملات عارفين ان هو يفرق. 1992 ده إصدار صحيح وموجود منه كميات كبيرة جدا متوفرة في كل السوق. لكن تاريخ اللي هو النادر جدا اللي بيكون مطلوب هو 1991، وده اللي سعره كويس جدا لأن ده تاريخ خطأ سك. طيب حد هيسأل يعني ايه تاريخ خطأ سك؟ تاريخ خطأ سك هو تاريخ اللي هو مثلا ايه، نزل الإصدار ده وتم سكه في السوق، اللي هو اصدر منه كمية قليلة جدا. ده اللي بيتسمى تاريخ خطأ سك اللي هو 1991. لكن تاريخ 1992 ده تاريخ صحيح جدا، وده اللي موجود في السوق حاليا. لكن تاريخ 1991 تم إصدار منه كمية قليلة جدا وتم سكها في السوق. ده اللي بيكون مطلوب، وده اللي سعره كويس جدا، ممكن يصل معاك لحد 5000 جنيه مصري حسب حالة العملة اللي معاك. يعني الحالة نضيفة جدا بتكون حالة أنصر، دي سعرها بيصل معاك لحد 5000 جنيه أو أكتر. تمام. لكن التاريخ 1992 بالنسبة ل20 قرش ده مش مطلوب خالص. الحاجات ديت تدخل زي مثلا ايه في سعر كيلو، الحاجات ديت كلها. لكن تاريخ اللي هو 1980 اللي هو الصقر ده بيتباع بالقطعة. ممكن القطعة مثلا تعملها 25 جنيه 30 جنيه. اللي بيشتريها حد حابب ان هو يحتفظ بالعملة. واضح كده.
حد بيكون حابب ان هو يحتفظ بيها بيشتريها مثلا ب25 جنيه او ب30 جنيه مصري. لكن الناس اللي هي تقولك ده سعرها غالي وارقام غالية جدا، ما فيش الاسعار دي خالص. ال20 قرش 1980 ده سعرها 25 جنيه مصري لحد ال30 جنيه مصري. لكن تاريخ 1991 بالنسبة ل20 قرش أو الريال المصري ده اللي سعره كويس جدا وده اللي مطلوب. بالنسبة للناس اللي هي عايزة تبيع العملات بتاعتها تباعها ازاي؟ طريقة بيع العملات حاليا بتكون على جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر. تدخل تنضم للجروبات دي وتصور العملات اللي معاك وش وظهر، وتبدأ تكتب البيانات بتاعتها صحيحة، وتحاول انك تحدد سعر. حابب تحدد السعر حدده وتسيب رقم للتواصل. طيب بالنسبة للناس اللي معاها عملات وحابة ان هي تدخلها في مزاد علني، في الحالة ديت برضو تتجه لجروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر، وتصور العملة بتاعتك وتشوف حابب تبدأ المزاد بكام، وتخلي المزاد بتاعك مثلا متاح لمدة 48 ساعة، عشان الناس اللي بتخلي المزاد متاح لمدة 24 ساعة هي مدة غير كافية لجميع الأعضاء إن هم يشاركوا في المزاد بتاعك. لكن 48 ساعة مدة كافية لجميع الأعضاء إن هم يشاركوا في المزاد بتاعك. بعد 48 ساعة جالك السعر اللي أنت عايز تبيع بيه، بيع بيه العملة بتاعتك عادي جدا، مفيش أي مشكلة. مجالكش السعر اللي أنت عايزه بيحقلك إنك تقفل المزاد عادي جدا. زي ما قلنا بالنسبة ل20 قرش التاريخ الوحيد اللي مطلوب هو 1991. واضح كده؟ لكن 1980 دي مش مطلوبة خالص، دي سعرها بيكون 25 جنيه مصري لحد ال30 جنيه مصري. ياريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يعملنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.